السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقضية الإرهاب، أصبحوا يطلقونها على المسلمين حتى أصبحنا نتبرأ من أننا إرهابيين ونقول نحن لسنا إرهابيين، ونترك شيئا في توابت ديننا فقط لكي نرضي الغرب. أصبحنا نترك التوابت التي في ديننا لنرضيهم هم. أي شيء يطلقونه علينا أصبحنا نقول لا ونتبرأ منه حتى وإن كان الله يأمرنا به، وهذا ما يريدونه هم. يا أخي نحن لا همنا لنا بأن يرضى عنا الغرب، فليقولوا ما يريدون. نحن إرهابيين، نعم إرهابيون بكلام الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجبكم أو لا يعجبكم. ألم يقل الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ها هو الإرهاب، ترهبون به عدو الله. يا أخي نحن إرهابيين، ومن ليس إرهابي فليبحث له عن دين آخر ليس فيه الإرهاب. الإسلام دين الإرهاب لأعداء الله، الإسلام دين الإرهاب للشياطين والكفار واليهود الذين يحاربون الله ورسوله. ألم يقل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. ألم يقل الله عز وجل هذا الكلام؟ أليس هذا كلام الله؟ أصبحنا نترك توابت ديننا من أجل أن نرضي الغرب. لا يريدوننا أن نكون إرهابيين فأصبحنا نقول نعم نحن لسنا إرهابيين. يا أخي فليرضوا أو لا يرضوا، ما دخلنا بهم نحن إرهابيين، نعم إرهابيين، أعجبكم أو لا يعجبكم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش عندما آذوه: لقد جئتكم بالذبح. نعم هذا هو ديننا لأعداء الله عز وجل. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نحن رحماء فيما بيننا، من أراد الرحمة فنحن رحماء فيما بيننا، رحماء للأتقياء، رحماء للذين لا يظلمون الناس. ولكن أمام أعداء الله، أمام الظلمة، فسوف يرون وحوشا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.